واحد الفيلسوف قال لك باللي الانسان المثقف على باله باللي الطوماطيش عباره عن ديسير، فاكهه. الطوماطيش علميا راهم يقولوا باللي الطماطم ديسير، ولكن الانسان الحكيم صاج، انسان صاج عمره ما يديرها لا صالاد دي فروي، ما يديرش لك الطوماطيش في لا صالاد دي فروي. هذا جا كاين الكيوي، هذا جا البنان، هذا جا الاناناس، هذا خدمها الطوماطيش لا صالاد دي فروي، ما كيمكنش. سي بور سا تلقى الانسان المثقف على بالو بزاف عفايس، يعرف بزاف امور، بصح الانسان الحكيم يعرف بزاف امور وما يديرش بزاف امور، ميمسي كي يعرفهم بصح ما يديرهمش، لانه حكيم. لانه في النهايه حكيم، يتصرف حسب الوسط. قاري دراسة الوسط صاحبي، شفيتو على دراسة الوسط تاع سنة ثالثة، قاري دراسة الوسط، على بالو وين راه ساكن، شكون هو، واش هو دينه، واش هي تقاليده، وراه الى اين ينتمي، تصرفاته على حسب الوسط. باسكو الطوماطيش كي تخلطها تخرج لك معجون طماطم، تخرج لك كونفيتور. السلام عليكم.